احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات قليلة من النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنها لها مدلولات عظيمة. هذا الحديث عمدة في التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى، والتي يفقدها كثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم فقد هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، فقد التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى بسبب تعلقنا بهذه الدنيا وحرصنا عليها واهتمامنا بها. فنقص عند كثير من الناس جانب الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلمة لطيفة جميلة صلى الله عليه وسلم يعلمنا بها، يقول: إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس، أي نفس، كلنا ومن سبقنا ومن يأتي بعدنا، كل نفس مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تصوروا هذا الكلام، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها أي حتى تأخذ جميع رزقها، وحتى تأخذ جميع عمرها. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. طيب والنتيجة؟ فإذا كان الأمر كذلك قال: فأجملوا في الطلب، لا تعتدوا في الطلب، أجمل في الطلب، قل كلمات طيبة وأنت تدعو الله تبارك وتعالى. ومن باب أولى أن الإنسان لا يأخذ الحرام ولا يسعى إليه ولا يغش ولا يسرق ولا يرابي ولا يخون ولا يغدر. لماذا؟ لأنه لن ينال أكثر من رزقه. فإذا علم المؤمن علما يقينا، لا مجرد شيئا يسمعه، وإنما علم يقين وقر في قلبه وثبت، إذا علم علم اليقين أن الرزق سيأتيه كاملا، سواء سعى بالحلال أو سعى بالحرام. والله لو سعى الإنسان بالحرام لن ينال إلا رزقه، ولو سعى بالحلال لن يفوته شيء من رزقه أبدا أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجملوا في الطلب. يا غلام احفظ الله، احفظه في أوامره، احفظه في نواهيه سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك سبحانه وتعالى. قضية معادلة. تبدأ أنت أن تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه جل وعلا، فيحفظك الله في حياتك كلها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من منا لا يريد أن ينصر إذا وقع في مصيبة أو مشكلة أو ما شابه ذلك من الأمور؟ يحب أن ينصر، يفرح إذا كان الإنسان له 7 من الإخوة أو 8 من الإخوة مثلا شجعان مثلا، يعتزي بهم ويفتخر بهم. فكيف إذا كان الله معك سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله معك وثقت بالله تبارك وتعالى. يذكرون عن سعيد بن جبير أنه دخل على الحجاج ابن يوسف الثقفي وكان ظالما غشوما، فقال له الحجاج: والله لأعجلن بك إلى نار جهنم، يعني أقتلك حتى تدخل النار. فقال له سعيد بن جبير بكل ثقة ويقين، قال له: والله لو أعلم أن ذلك لك لاتخذتك إلها. لو أعلم أن الجنة والنار بيدك وأنك تملك حياتي وموتي وتستطيع قتلي لاتخذتك إلها، لكني أعلم علم اليقين أن حياتي وموتي بيد الله تبارك وتعالى، ورزقي بيد الله تبارك وتعالى،
والجنة والنار بيد الله تبارك وتعالى. فإذا وثقنا بهذا الأمر علما وعملا والله سنرتاح في هذه الدنيا. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوقين، اسأل الله، اسأل الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. لو كانت خزائن الله بأيدينا والله لبخلنا بها، وهي خزائن الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى تسمى بالكريم بالوهاب سبحانه وتعالى. فإذا سأل الإنسان يسأل الله. لا بأس أن تجعل الناس أسبابا، ولكن ليكن اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نص أهل العلم أنه من سأل الناس وهو يعتقد أن الرزق بيدهم وأن النفع والضر بيدهم أنه كافر. ومن سأل الناس ويعتقد أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى ولكنه نسي أن يعتمد على الله فقد وقع في الشرك الأصغر. وإنما يجب علينا إذا سألنا الناس شيئا بأيديهم ألا ننسى أبدا أن الله هو الرزاق، وأن اعتمادنا على الله، وأن الله تبارك وتعالى هو خالقنا ومالكنا وهو ربنا سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. ثم أتى بعدها بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وذكرنا أن سؤال الله تبارك وتعالى واجب، الإنسان يجب عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى. من لم يسأل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه، كأنه مستغني عن الله تبارك وتعالى. من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا صاغها أحدهم فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. الإنسان إذا طلبت منه شيئا أعطاك المرة الأولى الثانية الثالثة، إذا أكثرت في الطلب يغضب. الله سبحانه وتعالى كلما أكثرت في الطلب يفرح سبحانه وتعالى. الله يحب أن يسأل سبحانه وتعالى، أنه يحب أن يعطي جل وعلا. وسؤال الله هناك سؤال عبادة، الإنسان يدعو الله دعاء العبادة، لا يفكر بشيء معين، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى من فضله دائما. وأحيانا سؤال المسألة وهو شيء معين يريده في هم أو كرب أو ضيق أو حاجة أو مرض أو ما شابه ذلك من الأمور، فيسأل الله تبارك وتعالى. والاستعانة هي طلب العون، طلب العون. وطلب العون يجوز أن تطلبه من الله ويجوز أن تطلبه من الناس، ولكن لا يجوز أن تطلب من الناس شيئا لا يقدر عليه إلا الله. فمثلا إنسان يريد الولد، يريد الجنة، يريد النجاة من النار، هذه كلها أشياء لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يسأل هذه الأشياء بشر، وإنما يسأل الله ويستعان بالله على هذه الأمور. فلا يجوز أن نستعين ببشر على طلب الجنة، أو نستعين به على دفع شيء من وساوس القلب، أو نستعين ببشر على أشياء لا يقدر عليها، كان يكون غائبا أو يكون ميتا. هذا لا يجوز أن يستعان به، وإنما يستعان بالله وحده سبحانه وتعالى. وأما الاستعانة بالناس في أشياء يقدرون عليها، كان أستعين بشخص مثلا يحمل معي شيئا ما أو يوصل لي غرضا ما، فهذا لا بأس به، هذا جائز. بل حتى إذا طلبت من الناس شيئا فليكن قلبك متعلقا بالله، وأن هؤلاء الذين تطلب منهم المساعدة من الناس هؤلاء إنما هم أسباب، وأن المريد الحقيقي لما يشاء هو الله سبحانه وتعالى. ولو وقف الناس كلهم ليعينوك في أمر لم يرده الله لم يعينوك، ولو أرادوا أن يمنعوك من شيء أراده الله لم يمنعوك. وذاك عقب عليه بقوله: واعلم، أي اعلم علم اليقين. واعلم أن الأمة، لم يقل قريشا ولم يقل العرب، وإنما قال الأمة، أمة الثقلين الإنس والجن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت
أو لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، شيء نكرة وجاءت منفية، بشيء نكرة جاءت بحرف الجر لتصغيره، أي شيء، بأي شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أي ولو كان حقيرا، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن لن تنال إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلق قلب الإنسان بالبشر، إذن لا يتعلق بهم. لماذا؟ لن يعطوني شيئا لم يكتبه الله، لماذا أتعلق بهم؟ لماذا أرجوهم وأبكي بين أيديهم وأفكر في هل سيعطوني أو لن يعطوني، سيسعون في أمري أم لن يسعوا في أمري؟ لماذا؟ طالما أني أوقن أن الله تبارك وتعالى إذا لم يكتب هذا الشيء لي لن أناله، فلما أتعلق بهم أصلا؟ لماذا التعلق بالبشر طالما أن رب البشر قد كتب الأمور كلها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسائل تعيننا في حياتنا وتعطينا عزة وعدم الذل للناس وطلب الحوائج منهم والبقاء عند أبوابهم والبكاء بين أيديهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق، ومنهم أنا وأنت. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ب50,000 سنة كتب رزقك. وهذا الذي يسميه أهل العلم بالتقدير العام. هذا تقدير عام قدره الله وانتهى، قضى من زمان، قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ب50,000 سنة كتب مقادير. يعني قبل خلق آدم بآلاف السنين كتب الله مقادير الخلائق وأرزاقها سبحانه وتعالى. ثم هناك الكتابة العمرية، وهذه تكتب لك وأنت في بطن أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب لك وأنت في بطن أمك، كل رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. فإذا كان رزقي مكتوبا فلماذا أتعلق بالناس؟ أتعلق بالرزاق سبحانه وتعالى، هو الذي أتعلق به. والتقدير الثالث التقدير السنوي. إذن التقدير الأول تقدير العام، الثاني التقدير العمري وأنت في بطن أمك، التقدير الثالث تقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة، في ليلة القدر، في ليلة القدر أيضا تكتب الأرزاق من جديد. ثم التقدير اليومي وهو الرابع، وهو قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويمنع هذا ويرزق هذا ويحيي هذا ويميت هذا سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فليكن اعتمادنا على الله وثقتنا بالله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا بالمقابل على أن يضروك أيضا بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعطيك شجاعة، لن يضروني بشيء أبدا، فلماذا نخاف من الناس ونعلق آمالنا بالناس وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وهذا الذي يصيب الناس في أمور الدنيا، مصائب، أمراض. إذا اطمأن الإنسان أن هذا أمر مكتوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة، أيضا مصيبة جاءت منكرة، أي مصيبة كبرت صغرت كثرت قلت، أي مصيبة
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوقعها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول الله تبارك وتعالى: اعلم أن ما أصابك مكتوب فلا تفرح كثيرا، وما أصابك مكتوب فلا تحزن كثيرا. فلا يشتد حزننا لمصيبة ولا يشتد فرحنا لنعمة. لماذا؟ أمر مكتوب انقضى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو آمنا بهذه الآيات وهذه النصوص يعني إيمانا راسخا لنمشي على الأرض وكأننا سباع، بل أقوى من السباع، لا نخاف أحدا ولا نهابه. لماذا؟ لأن اعتمادنا كله على الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو القوي وهو أقوى من كل من واجهنا مهما بلغ من قوة. وذاك يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: يعني ما من شبر في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أن أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقول: كنت أتعرض للموت تعرضا وما أصابني الموت. لماذا لم يصبه الموت؟ ما كتب الله له أن يموت، ما كتب الله له أن يموت فما أصابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا المكتوب لن يغير، خلاص اعتمد عند الله تبارك وفي اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف فعيشوا مطمئنين وثقوا بالله وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه ولا تخافوا غيره سبحانه وتعالى. صلى الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.